طيب كابتن طارق طب يا هيما، يعني انا برضو يعني شايف ان الكباتن محملين قوي على الحكم، على الرغم ان الحكم النهارده في ضربه جزاء رسمي. بالنسبه للكره الثانيه الاولانيه بتاعت النادي الاهلي بتاع طاهر، لو بصيت للكره هتلاقي الاثنين في نفس الاتجاه، في نفس الزاويه، المسافه مش واحد سابق واحد. ماشي. فحته الدفع مش باينه بنسبه كبيره جدا. ماشي. يعني كنت بتتكلم على كره طاهر. ماشي. لا السؤال لطارق، السؤال لطارق، فيها دفع ولا ما فيهاش؟ سيبك من واضحه مش باينه. انا بسالك سؤال، المسافه يا كابتن وانا النتيجه ده بتاعي بما يرضي الله. انا اللي جايب. انت اللي جايب ده؟ والله. مش هشربه كده. عايز اقول لك على حاجه، والله. ولا جايب المكنه خلاص، ولقيته جايب هيذلنا يعني. ايوه، وجايب معاه ازازه اللبن وجايب مش هغير كلامي حتى لو ده لاتيه في الاخر، ده في الاخر لاتيه. سؤال هتحاسب عليه، سؤال هتحاسب عليه. طب خلينا انت قلت دلوقتي الدفع مش باين. انت كطارق شفته ولا ما شفتوش؟ والله لا ترتقي الى ضربه الجزاء. لا فيها دفع بس تقديريا من وجهه نظرك. لا ترتقي. وانا مش حكم. ماشي برضه خد بالك. بس الكره، انت لعيب دولي ونجم سابق وعارف. في فرق كبير جدا بين الكره بتاعت سيراميكا والكره بتاع النادي الاهلي في اللعبه دي بالذات يا ابراهيم. لسبب، لان الكره بتاعت الاهلي يعتبر الكتف في الكتف. ماشي. طب معلش يا هيما، مش باينه. ناخد مكانك دقيقه. هتسيبنا بقى نتكلم. انا كتير، استنى بس. توحشنا خلاص اتكلم. في ماتش المصري